كيف يتم تسليم مصر لتنظيم صاحب أهداف غامضة، صاحب أهداف هلامية، ليس له رؤية ورؤيته يحتفظ بها لنفسه، مخترق من جميع أجهزة المخابرات في العالم. واللي يظن غير ذلك فهو إنسان جاهل. وأنا هقول لكم بس الهيئة الشرعية للإصلاح اللي أنشأها خيرت. هذه الهيئة بدأت في قطر برعاية أمير قطر والشيخ القرضاوي، وكان هدفها هو إيجاد غطاء شرعي للمقاومة الإسلامية في فلسطين من أجل عمل صلح مع إسرائيل، لأن المقاومة الإسلامية كانت ترفض الصلح وتعتبر الصلح كفر، وكانت بتزايد على ياسر عرفات وبتقول تحرير فلسطين من النهر للبحر. فلما جم مسكوا الحكم اتورطوا، هم مش قادرين يكملوا جهاد وفي نفس الوقت مش قادرين يتراجعوا عن فكرتهم اللي هي السلام مع إسرائيل حرام. فعملوا الهيئة الشرعية للإصلاح برعاية أمير قطر وبرعاية الشيخ القرضاوي. وقال لي واحد من داخل هذه الهيئة، وأنا أحتفظ باسمه، ولكن لو المخابرات عاوزة تعرف اسمه أقول لهم، لو أمن الدولة عاوزة تعرف اسمه أقول لهم. قال لي أنا كون قابلني في الحرم، قال لي أنا اعتزلت هذه الهيئة لأنني وجدت أن الموساد الإسرائيلي هو اللي أنشأها من أجل أن يعملوا صلح مع حماس وطبعا الصلح تم برعاية محمد مرسي. الأمر الثاني أن كان في ربنا سبحانه وتعالى حفظ مصر بثورة 30 يونيو، حفظها من سيناريو سوريا. سيناريو سوريا هو السيناريو اللي كان هيتقرر برعاية الإخوان في مصر، ولم تجد أمريكا أفضل من الإخوان لتنفيذه كما نفذوه في سوريا، فهم ينفذوها في مصر. وأنا سألت القرضاوي قلت له يا شيخ قرضاوي، أنت بعت رسالة لأوباما بتقول له 60 مليون دولار ما تكفيش، ابعت أكتر. هو أوباما هيقيم الخلافة في سوريا؟ هو أوباما أسلم ولا إسرائيل اتحجبت؟ الجيش الحر عامل فرع في الموساد، قاعدين ليل ونهار يبحثوا ما بعد بشار، بيبحثوا ما بعد بشار. وأنا قلت لهم مستقبل سوريا بعد بشار هو مستقبل العراق بعد صدام. وأنا أدعو القوى الوطنية الشريفة ألا تعترف بحكومة المنفى اللي هتنشئها أوروبا، لأن دي مثلها مثل حكومة أحمد شلبي أو أحمد الشلبي اللي كان في العراق، هي نفسها الحكومة وهو السيناريو. والسيناريو اللي كان بيعد لمصر، أنا هجيب لكم من كلام الرئيس ما يدينه. لما اختطف ال7 عساكر، الرئيس طلع يقول المحافظة على الخاطفين والمختطفين. يبقى أنت اللي بعت الخاطفين. هو في رئيس في الدنيا يقول على العساكر بتاعته كده المحافظة على الخاطفين والمختطفين؟ يبقى أنت اللي بعته. الحاجة الثانية إن أنتوا بكرة هتكتشفوا إن إن الجماعات الجهادية في سيناء دي كانت بتعد لاستنزاف الجيش المصري وتدميره في داخل إطار خطة حطها ديك تشيني ونتنياهو سنة 98 اسمها خطة النطاق النظيف، والجيش المصري عارفها كويس. خطة النطاق النظيف دي مهمتها تدمير 3 دول حول إسرائيل، العراق وسوريا ومصر، وسموها الحرب بالوكالة اللي قالها المتحدث العسكري النهاردة، لأن إسرائيل عملت دراسات ميدانية عن قيام حرب مباشرة بينها وبين سوريا. اكتشفت ان الحرب دي هتتكلف 800 مليار دولار، تتمثل في 400 مليار خسائر إسرائيل و400 مليار خسائر سوريا، لأن الدولتين هيتمكنوا من تدمير البنية التحتية تامة. سوريا باستخدام الصواريخ الإيرانية والروسية والكورية، وإسرائيل باستخدام الطيران. بعد كده تنتقل المعركة على الأرض. سوريا جغرافيا أكبر من إسرائيل وتستطيع حشد منظمات مسلحة ترهق الجيش الإسرائيلي على الأرض، منها حزب الله ومنها جميع المنظمات الفلسطينية. فاكتشفوا أن الحرب المباشرة مع سوريا سوف تكون خسائرها فادحة لإسرائيل، فعملوا ما يسمى الحرب بالوكالة. ولم يجدوا أفضل من الجيش الحر التابع للإخوان المسلمين لأن يقوم بمثل هذه الحرب. وللأسف الشديد حافظ الأسد
كلينتون عرض عليه أن تعود الجولان مقابل معاهدة سلام مع إسرائيل بشرط طرد حماس من دمشق، رفض. ثم اكتشف بشار الأسد أن الذين يقاتلون الجيش السوري هم حماس. للأسف الشديد حزب الله الذي قام بتسليح حماس اكتشف في معركة القصير أن اللي بيقاتلوا حماس بالصواريخ وبالسلاح اللي حزب الله اداها لهم. فهذه الجماعة لا أمان لها، خائنة على مدار 80 سنة، لا تعمل لله بل تعمل لنفسها فقط. وأنا قلت لهم لو أنكم تعملون لله يوما واحدا ما أسخط عليكم الله هذا الشعب. ما حدث يا إخواني هو سخط، من أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثورة لم تقم منذ أن خلق الله آدم حتى اليوم ضد هذه الجماعة الفاسدة الضالة المضلة التي أضرت بالإسلام قبل أن تضر بمصر. أثبتت للعالم أن الإسلام فاشل، أثبتت للعالم أن الإسلام لا يستطيع أن يواكب العصر، أثبتت للعالم أن الإسلام إرهابي ودموي وإسلام يعني أحمق. ولكن الإسلام مش كده. وأنا دايما أقول للناس فرقوا بين الإسلام الذي ساد العالم 1000 عام وبين هذه الجماعة الضالة الفاشلة التي تنتقل من فشل إلى فشل نتيجة فكرها المنحرف وسلوكها المنحرف ونيتها المنحرفة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.